تمام. بصوا الجديده دي بالنسبه لنا اسمها بورده التوصيل، ده اللي احنا هنوصل عليه. تمام. كل 5 مع بعض عاملين مربع، صح؟ المربع ده كله نقطه واحده، فكده الصف فيه كم نقطه؟ 6 والعمود 4. لازم تتعامل على اساس ان ال5 دول المربع نقطه واحده، فالمقاومه ما ينفعش تتوصل على نقطه واحده. يعني بص كده، دي ما تنفعش تركب كده او حتى كده، لازم تتوصل على نقطتين مختلفتين، سواء بالطول او ايه؟ او بالعرض كده مثلا. طيب اول حاجه هو بيقول لك البطاريه داخله على مين؟ على المقاومه. طب ادي البطاريه دي، المقاومه فين؟ هنا، صح؟ يعني ما ينفعش اوصل تحت في النقطه اللي تحت، لازم اوصل في مين؟ النقطة اللي فوق، النقطه اللي جنبيها، دي او دي او دي او دي مش هتفرق معايا، كلهم واحد. تمام. طيب الطرف الثاني بتاع المقاومه متوصل على مين؟ الاميتر. على الاميتر. طب فين الاميتر في دول؟ الاميتر يا جماعه بصوا اللي هو السهم بتاعه جاي ناحيه الايه كده، جاي ناحيه مين؟ الاي دي اللي انا حاطط عليها صابع، اللي فوق صابع مباشره. تمام كده. يبقى السهم اللي جاي ناحيه ايه؟ الايه هتلاقيه واقف على 10 كده، يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ اميتر. عشان كده لما هنيجي هنحط في مين؟ في المدخل المكتوب عليه الايه ده. طب اهو ادي الطرف الثاني بتاع مين؟ بالنقطه اللي جنبها يعني. او دي او دي او دي او دي مش هتفرق. تمام. طيب يبقى في الايه. حلو كده. الطرف الثاني بتاع الاميتر على البطاريه اهو كده. طب الطرف الثاني فين؟ اللي هو اسمه الكم، مكتوب عليه ايه؟ الكم والبتن. شايفين؟ ادي اهي. تمام كده يا شباب. احنا لسه في التوصيل. تمام. طيب نيجي بعد كده على الفولتميتر. الفولتميتر فين؟ الفي، اللي هو جاي ناحيه ايه؟ الفي. ادي الفي اهي. تمام. المؤشر واقف على 20 هنا. طب هنا انا الاميتر وصلته في الايه والكم، يبقى الفولتميتر في الفي والكم. واحطه فين بقى؟ في النص. هو الفولتميتر في الدايره متوصل على التوازي مع المقاومه، صح؟ طب المقاومه متوصله فين؟ ما بين انهي نقطتين؟ الاثنين الاولانيين، دي ودي، صح؟ تمام. يعني ما ينفعش احطه تحت، لازم تحطه هنا. وصلت كده؟ وصله تاني من غير ما تحطه في الكهرباء. بعد كده ايه؟ ارجع لك تاني اوري لك التشغيل.